اليوم السابع من سلسلة فتح محل من لا شيء وبالدين داخل سوريا. ليلي ما بيعرف، اسمي محمد خسارة، وأنا بهي السلسلة عم فرجيكم إنه ما في شي مستحيل ليلي بيحاول. تابعوني لنكمل هالرحلة سوا. طلعنا أنا والشباب من بكير وحملنا هالأغراض بالسيارة وأخدناهن على المحل. وصلنا وبلشنا ننزل بهالأغراض، من كولر مي للبطارية تبعية الطاقة الشمسية للأغراض التانية مشان نستقر بالمحل يعني. راحوا الشباب وانا ضليت قاعد بالمحل وقررت ضبه شوي لانه جاي النجار اللي يركب لي يلي فوق الغلاء. بلشت حملة الضبضبة والتنظيف وما عاد عرفت وين بدي اروح بكل هالاغراض. في اغراض كتير لانه اخر فترة صرنا نجيب اغراض ونشلف فيها المحل بدون ما نضبضب، وحتى الغبرة كمان اكلت المحل اكل من ورا الشغل. وفي برايز كمان اللي كانوا مفكوكين ركبتهم مشان المنظر يعني. اجر في معاذ مع النجار وبلشوا ياخدوا قياسات كرمال يركبوا هي القفص يلي ما بعرف شو اسمه. قررنا نركب بس القاعدة الخارجية بدون ما نطبقها مشان لما بدنا نمدد الكهرباء على الواجهة نعرف نمدد ورا هي القاعدة اللي ما بعرف شو هي بتشبه العلبة تبع الأباجور يعني. قصة وزبط الله يسلم ايديه كرمال يمرق المجراية تبع الكهرباء فيها، وبلش يثبتها من أول طرف وتثبتت معه كله على 24، وبلش ياخد كمان القياسات من الطرف الثاني، بس للأسف طلع السقف مايل وبدها تظبيط القاعدة. قصة وزبطها كلها مثل ما السقف مايل، وزبط لي اياها كمان كرمال تمر المجراية من فوق من السقف، وكله من احسن ما يكون. الله يعطيه العافية. واجا شريكي بالليل وكان مزبط قائمة مطعم، الله يعطيه العافية. شوفوا واعطونا رأيكم بالتعليقات. وبلشنا شغل بالطاقة كرمال نوصله ونخلص من همه. شديت له الشريط من التابلو للسقيف وبخشت الحيط كرمال مرقه على السقيفة، واخدت الانفرتر وزبطت له مكانه على السقيفة كمان كرمال بخش له وعلقه مكانه. حطيت براغي واسفين كرمال علقه بالحيط على 24. شديتهم بالحيط وثبته وكنت فرحان كتير بالنتيجة. طلع مايل يعني بس ماشي الحال. واجينا بعدها لأصعب مهمة، وهي انه نطالع البطارية على سقيفة. بس المهمات الصعبة انا قدها. حطيتها على كتفي وطلعت فيها وتناولوها مني، وطلعت الشغلة ما بدها شي والحمد لله مرقت. وكالعادة إذا حبيتوا فكرة السلسلة لا تنسوا تتابعوني، والمقاطع الماضية بتشوفوهن على الصفحة. وسلام.